هناك غدر كبير، اللهم بلغت، بلغوا زعماء العرب، هناك غدر كبير سيغدروا مصر، سيغدروا مصر والأردن، اليهود ما يغدروهم. بلغوا كلامي هذا لهم، بلغوا كلامي لرئيس السيسي، لرئيس مصر، لرئيس الأردن. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، اللهم بلغت اللهم مشت، بلغوا كلامي إلى زعماء العرب كامل وجميع الطوائف في الوطن العربي، ستغدروا قريبا. اللهم بلغت اللهم فشت. تمام. احنا نروهم كيف ضحكوا على الناس، كيف ضحكوا على الكيد. يضحكوا على من يضحكوا؟ يضحكوا على ظفراء من عيني. العرب ما فيش معاهم عقول، ما فيش معاه عقل، لا محمد بن سلمان ولا الرئيس السيسي وما فيش معاهم عقول، ما فيش معاهم عقول العرب، ما فيش معاهم ولا ذره، لا رئيس الامارات ولا رئيس قطر ولا محمد بن سلمان ولا رئيس الاردن ولا رئيس مصر ولا رئيس البحر ولا رئيس الجزائر ولا رئيس تونس ولا رئيس المغرب ولا رئيس، ما فيش معاهم عقول كلهم، ولا واحد معه عقل. هناك غدر كبير سيغدروا مصر، سيغدروا مصر والأردن. بعدها جيوش الغضب تخرج، جيوش الغضب. الكل عنه غفلاني عن نصر القحطاني سيخرج بجيش غضباني من بلد الإيماني، سيبدأ من بلد الإيماني ويختم بقطر وكويت وعماني وينزل في الشام بجنوب لبناني وبالذات عين العرب ودير الزور وكوباني ويدمر جيش الكفر الجولاني. أنا عايز اليهود، أنا عايز اليهود. أنا بلغت العرب، وصلوا كلامي لعند رؤساء العرب كامل. اللهم بلغت اللهم فشت. مرحبا. ما أناش عارف ليش بيقولوا عليه مجنون. كلامه ما هوش كلام مجنون، كلامه عين العقل، كلامه عين الصواب، كلامه حقيقة، ما فيش في كلامه أي شيء فيه جنون، بالعكس كلامه حقيقة، كلامه واقع. عندما قال العرب ما بش معهم عقول ورؤساء العرب ما بش معهم عقول، هذا كلام صحيح. هو ماذا يقصد؟ يقصد أنه ما بش معهم عقول لإدارة بلدانهم أو تجهيزها أو تسليحها، ما بش معهم عقول لأنهم مصدقين إسرائيل ومصدقين السلام الذي هم عايشينه مع إسرائيل. هو يقول أن إسرائيل ستقدر بهم وستقدر باتفاقياتها معهم وستنقض عليهم في أقرب فرصة. كلام صحيح، ما بش فيه أي جنون. الجنون هو عندما يعتقد رؤساء العرب أن إسرائيل ستكون صادقة معهم وستجلس في تحالف معهم مدى الحياة. أبدا، هي أول ما تتمكن بتخلص منهم طوالي وتستعمر بلدانهم. عندما قال أن إسرائيل ستغدر بمصر والأردن، ما فيش في هذا الكلام أي جنون نهائيا. إسرائيل هي تعمل على هذا، وانتم عارفين والجميع يعرف أن إسرائيل تخطط لإنشاء، مش بتخطط لإنشاء قديم، بتنفذ إنشاء مشروع أرضها الكبرى، ما يسموه إسرائيل الكبرى. لكن هو يقول، هو يدقق بشكل كبير، بيقول إسرائيل بتغدر مصر والأردن. هو لا يقصد الشعوب، أنها بتغدر الشعوب، لأن الشعوب قد مضرورة. هو يقصد أنها ستغدر حكومة مصر وحكومة الأردن اللواتي هن متفقات معها ومتعاملات معها ومتحالفات معها، ستغدر حتى بهم، بهذه الحكومات التي هي متحالفة معهم. تمام. هو بيقول بلغوا رئيس مصر وبلغوا رئيس الأردن، معناته بلغوا حكومة مصر وحكومة الأردن أن إسرائيل ستغدر بكم، سيغدرون حتى بحلفائهم. أما أن إسرائيل بتعادي مصر والأردن فهي بتجهز لذلك. أين الجنون في ذلك؟ في كلامه، أو عندما قال جيش القحطاني سيدمر جيش الجولاني. البعض يمكن فهم كلمة الجولاني أنه هذا في سوريا أحمد الشرع. لا، الجولاني هو لواء عسكري إسرائيلي، هو أكبر وأقوى لواء عسكري في الجيش الإسرائيلي، اسمه لواء جولاني. هو ما بيقصد زي الجولاني حق سوريا، هو بيقصد لواء الجولاني الإسرائيلي. أين الجنون في كلامه؟ أنه قال سوف يبدأ جيش القحطاني بيخرج من اليمن؟ ما بش في كلامه جنون. الروايات التاريخية وحتى الأحداث الحالية أو حتى عدد السكان أو البيئة يؤشر أن البدء سيكون من اليمن. ما فيش في كلامه أي جنون نهائيا. اسمعوا كلامه مرة أخرى. هناك غدر كبير، اللهم بلغت، بلغوا زعماء العرب. هناك غدر كبير سيغدروا مصر، سيغدروا مصر والأردن، اليهود ما يغدروهم.
بلغوا كلامي هذا لهم، بلغوا كلامي لرئيس السيسي، لرئيس مصر، لرئيس الأردن. انتبهوا انتبهوا انتبهوا. اللهم بلغت اللهم فشلت. بلغوا كلامي إلى زعماء العرب كامل وجميع الطوائف في الوطن العربي. ستقدروا قريبا. اللهم بلغت اللهم فشلت. تمام. احنا نروهم كيف ضحكوا على الناس، كيف ضحكوا على الكيك. يضحكوا على من يضحكوا؟ يضحكوا على ظفراء من عيني. العرب ما فيش معاهم عقول، ما فيش معاه عقل، لا محمد بن سلمان ولا الرئيس السيسي وما فيش معاهم عقول، ما فيش معاهم عقول العرب، ما فيش معاهم ولا ذره، لا رئيس الامارات ولا رئيس قطر ولا محمد بن سلمان ولا رئيس الاردن ولا رئيس مصر ولا رئيس البحر ولا رئيس الجزائر ولا رئيس تونس ولا رئيس المغرب ولا رئيس. ما فيش معاهم عقول كلهم، ولا واحد معه عقل. هناك غدر كبير. سيغدروا مصر والأردن. بعدها جيوش الغضب تخرج. جيوش الغضب. الكل عنه غفلاني عن نصر القحطاني سيخرج بجيش غضباني من بلد الإيماني. سيبدأ من بلد الإيماني ويختم بقطر وكويت وعماني وينزل في الشام بجنوب لبناني وبالذات عين العرب ودير الزور وكوباني ويدمر جيش الكفر الجولاني. أنا عايز اليهود. أنا بلغت العرب. وصلوا كلامي لعند رؤساء العرب كامل. اللهم بلغت اللهم فشلت.